العوام عندهم كلمة جميلة يجمل أن تذكر في مثل هذا المقام، يقولون: الباب الذي يجيك منه ريح سده واستريح. المنافذ التي يدخل عليك منها الشر أغلقها، لا تبقى فاتحا لها تشاهد وتنظر وتسمع، ثم في الوقت نفسه تريد أن تسلم. لا، أغلق المنافذ. كثير من الشباب يفتح النافذة، أقصد بالنافذة القنوات والمواقع التي في الإنترنت، ويقول: أريد أن أنظر ماذا يقولون، ماذا. هذه بدايته، ثم يجد أن الأفكار الباطلة تتسرب إلى قلبه وتتسلل إلى نفسه حتى تعميه، وهو في البداية فقط يريد أن ينظر ماذا يقولون، وتجده مثلا يقول: إيش أنظر، إيش يحتجون به. هو ما عنده مسكين يعني من العلم ما يدفع به، فيجد أن الأشياء التي يستدلون بها تتسرب إلى قلبه لأنه مكنهم من قلبه. كيف مكنهم من قلبه؟ أعطاهم سمعه وأعطاهم بصره، فأدخلوا أفكارهم وسمومهم. أحد السلف أظن عبد الله بن مبارك دخل عليه أحد أهل البدع وأراد أن يتكلم، قال: أخرجوه عني. ثم لما سئل يعني يستغربون مع إمامته، قال: انظر مع إمامته، قال: خشيت أن يطرح شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. كثير من الشباب ما يبالي ويسمع وينظر ويشاهد وتدخل على قلبه الفتن ولا يبالي. وكان أحد السلف يمشي مع ابنه فمروا بصاحب بدعة من أهل الضلال، فأراد أن يتكلم، فقال لابنه: أدخل إصبعيك في أذنيك، فأدخل ابنه إصبعيه في أذنيه. فلما تكلم الرجل التفت إلى ابنه وقال: يا بني أشدد حتى لا تسمع ولا كلمة. كيف الآن بالشاب المسكين الذي لا علم له، أو الشابة التي لا علم لها، ويجلس في القنوات والمواقع ينظر ويشاهد ويدخل هنا وهناك. هذه من أعظم أسباب الفتن وأعظم أسباب المرض.